السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري اللي فرش شقق العرايس بسوهاج وأسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهم في خير. معاكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش شقق العرايس. أول ما ندخل من باب شقة عروستنا نقول بسم الله ما شاء الله. ده هنا الأنتريه. هنا الريسبشن كان فيه الدلسوار علشان الأوضة اللي فيها النيش والسفرة مكانش ينفع يتحط فيها الدلسوار، فاتحط هنا. كان منظره بصراحة برضه شيك وحلو جدا. هنا دي انتيكات، طبعا الحاجات اللي هي شمعدانات دي بتتحط على الدلسوار. اللهم بارك من الشقق المميزة، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. دي الساعة برضو كان شكلها مميز جدا. هنا العروسة عندها الانتريه لونين، كرسيين لون والكنبتين لون. وطبعا دخلت الالوان دي في الستاير، يعني دخلت اللونين مع بعض في الستاير. دي برضو ترابيزة الانتريه برضو كان شكلها غريب، وبرضو السجاد كان ماشي مع اللونين مع بعض. اللهم بارك، كانت كل حاجة متنسقة حلو جدا. ده الدلسوار. ندخل بقى هنا الأوضة اللي فيها النيش والسفرة. دي كده السفرة. عايزة أقول لكم إن أغلب شقق العرايس، يعني 90% من شقق العرايس بيبقى لون موحد. طبعا ده اللي هو ماشي في كل حاجة، يمشي معاه أي لون عفش، أي لون ستاير. هتلاقي الفانيليا لاتيه ده منتشر جدا، هو اللون الموحد في كل شقق العرايس. الفانيليا لاتيه ليه درجات طبعا، فالدرجة الحلوة اللي هي الدرجة دي يمشي معاها أي نوع، أي لون ستاير، أي لون موبيليا، فكله بيمشي معاه. هنا دي حطينا فيها كل طرات كتب الكتاب والخطوبة والفرح. ربنا يكمل لهم على خير يا رب. هنا حطينا على السفرة شيالة. ده النيش. هنا النيش 3 رفوف. الرف اللي تحت حطينا فيه طقم صيني، هي كانت جايبة طقم كامل بس حطينا منه تقريبا نص الطقم عشان ما نزحمش الدنيا، وكان الرف برضو مش هيستحمل اكتر من كده، يعني عشان ما يبقاش الدنيا كتير في داخله في بعضيه. فحطينا هنا طقم نص طقم الصيني والباقي حطيناه في الدليسوار. هنا عملنا رفين الكاسات. الرف ده جمعنا فيه كل الحاجات السيلفر. هنا ده طقم كاسات بقارورة لونه اسود، ماشي جدا مع اطقم كاسات السيلفر. ده كان رف. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي. هنا الرف ده حطينا كل فيه حاجات الذهبيات، كل أطقم الكاسات اللي فيها جولد. طبعا طقم البوهيمي مفيش عروسة ما تجيبهوش. ده طقم كاسات برضو بقارورة. هستنى رأيكم. ده كده شكل النيش النهائي. بنصح العروسة اللي عندها نيش بس ما تجيبش طقم كامل، يعني تجيب نص. ده كده النيش خلص. دي شيالة، ودي طبق فاكهة والبونبونيرة على السفرة. كده خلصنا الأوضة اللي فيها النيش والسفرة. نشوف بقى هنا الدلسوار. هنا حطينا بقى طعم الصيني زي ما قلت لكم. ده كده باقي كله. هو كان طقم نصين، يعني نصين نفس الشكل ونفس القطع كل حاجة، مش طقم كامل على بعضه، هو نصين.
يعني كرتونتين بس نفس الشكل وبنفس المحتويات وكل حاجة، مش طقم كامل على بعضه. دي كانت راس الطقم الصيني التاني. أتمنى يكون شغلي واضح. هنا بقى العروسة بسم الله ما شاء الله كانت جايبة كمية كوبايات كتير جدا، فحطينا شنطة المعالق وحطينا كملنا جنبها كوبايات. ده كده التلسوار. هو عشان كان كبير فحطينا عليه كذا حاجة يعني. ده بقى أوضة النوم. اللهم بارك. كان الدولاب هنا فيه ضرفة إزاز، وكان جوه فيه ليد بينور. ده شكل السرير. دي التسريحة بتاعته. التسريحة برضو كانت بتنور. ده الميك اب. ده كده شكل السرير والدولاب. هنا بقى في الدولاب حطينا أطقم الملايات في الرف. السادة كان على بعضه وال 3D على بعضه. عملنا رف الفوط. وتحت كملنا الهدوم طبعا الصيفي. دي كانت الملايات اللي هي السادة. وهنا دي الملايات اللي هي 3D. عملت لها كل نوع برصة مختلفة. هنا دي كانت الفوط. اللهم بارك. كانت حاجتها قيمة جدا. وكملنا تحت الهدوم طبعا عشان الدولاب ما كانش كبير للدرجة. هنا حطينا برضو كملنا فوط، لأن كانت جايبة كمية كبيرة. اللهم بارك. دي شكل الفوط. دي كان هنا الرف ده بقى يعني دي رصة الفوط. ده شكل النهاية لأوضة النوم. كده تكون خلصت معانا أوضة النوم. الشقة دي لو عايزة أقولكم إن هي اتفرشت في رمضان، يعني احنا وصايمين. كده هنروح على أوضة الأطفال. نقول اللهم بارك. دي كده التسريحة. عايزة أقول لكم برضو إن أغلب الناس دلوقتي مش بتعمل أوضة أطفال فيها دباديب وقطط وأرانب والحاجات دي، لأ بتعمل أوض أطفال تمشي شبابي شوية. لأن الأطفال هتكبر فهتبقى موضة قديمة إن هي حاجة تبقى عليها سرير مثلا عليه دبدوب قطة كده، لأ. فبرضو من الحاجات الحلوة اللي بشوفها إن هي تبقى أوضة شبابي. حتى برضو المفروض في المفروشات تكون شبابي شوية، ما تمش مش كل حاجة يبقى عليها رسومات أطفال. دي كده في الدولاب. هنا حطينا دي الأطقم الملايات بتاعت الأطفال. هنا في النص دي كوفرتة. الناحية دي برضو ملايات أطفال، برضو السادة في ناحية وال3D في ناحية تانية. طبعا كل صف بيختلف الرصة بتاعته. دي دفايات زي إنها بشرطان الستان. ده كده شكل الرفين.
كل رصة في الميلاد بتبقى مختلفة عشان نحس بالتغيير. طبعا بنزين بفوط الأطفال، يعني فوط الأطفال دي متبقاش حاجة أساسية، العروسة ممكن تجيب علبتين 3 بالكتير، دول يبقوا التزيين بس. هنا في الناحية التانية ده لحاف أطفال، حطيناه في رف لوحده. تحت هنا دي برضو ملايات، بس دي ملايات السرير دي بتاعت السرير الكبير طبعا عشان مكان. هنا برضو حطينا فوط، وتحت هنا دي دفايات. ده شكل دولاب. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. كان هنا لسه الستاير بتاعت أوضة الأطفال لسه مركبتش. زي ما قلت لكم الشقة دي أنا فرشتها في رمضان. زي ما انتوا شايفين خلصنا كل حاجة، فرش الشقة خلصناه قبل المغرب. أنا بالنسبة لي ما عنديش أي مشكلة نخلص الشقة حتى في العصر، بس أهم حاجة التنظيم. زي يعني لو العروسة ماشية على النظام اللي أنا بقول لها عليه طبعا بتستلم شقتها زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة متفنشة وكل حاجة زي ما انتوا شايفين كله بيخلص في نفس اليوم الحمد لله. بس أهم حاجة زي ما بقول للعروسة، يعني أهل العروسة هنا كانوا بسم الله ما شاء الله أول بأول نظافة، أول بأول حاجة اللي تفضل تطلع شنط كراتين. فالحمد لله يعني طبعا خلصنا كل حاجة يمكن قبل المغرب بساعة ونص أو ساعتين. فعايزة أقول لكم إن التنظيم بيفرق جدا في الشغل. بيخليني بشتغل طبعا في راحة نفسية، بتبقى انتوا الواحد وهو شغال كده مفيش كركبة مفيش زيطة مفيش دوشة، فبيبقى شغال زي ما بيقولوا بمزاج، فبيطلع أحلى شغل بصراحة. فأنا بصراحة من الناس المحترمة جدا هنا أهل العروسة. بشكرهم جدا طبعا على حسن ضيافتهم. هنا كان المطبخ فيه ضرفة زي النيش كده، فطبعا كملنا الحاجات الكاسات والكوبايات اللي زادت فوزعناها هنا في النيش اللي في المطبخ. هنا ده الميكروويف. يعني الناس كتير بتقولي هتقدري تخلصي في نفس اليوم؟ طبعا بنخلص في نفس اليوم وبتستلمي شقتك وكل حاجة، بس لو في ناس مش بتحب، يعني أغلب العرايس عندي بيبقوا لسه مثلا ميعاد الفرح فبيضطروا إن هم مفرشوش سجاد ما فنّشش علشان لسه فاضل شوية. هنا جمّعت لها كل أطقم الصواني تيفال وجرانيت وسيراميك في رف، وتحت طقم حلل stainless. دي الرخامة. هنا برضه حطينا لها كوبايات الاستعمال، بننوّع في كل رف طقم كاسات، طقم كوبايات مَيّة، عصير، شاي، كل رف بننوّع حاجات بحيث إن هي تبقى قريبة من إيديها كل حاجة. هنا برضه كوبايات ألوان وكوبايات سادة. الرف التاني هنا حطينا أجهزة كهربائية، جمعنا لها المضرب والهاند بلندر والخلاط والكبة في رف، كلهم في رف برضه يبقوا قريبين من ايديها. دي اكتر حاجة استعمال الحاجة المكررة او اللي هي العروسة مش هتستعملها في اول الجواز فبنحطها في الرف اللي فوق. هنا برضه جمعنا لها كوبايات، بندخل كوبايات الوان مع كوبايات سادة، كوبايات طويلة مع كوبايات قصيرة، فلازم كل رف بتشكل. ده كده برضه. هنا برضه كوبايات، العروسة كانت مهتمية بالكوبايات، وبصراحة كمية كوبايات كانت كتير بسم الله ما شاء الله، وكمان كمية مع حاجة مش رخيصة، يعني حاجات من الأنواع الغالية بسم الله ما شاء الله. هنا جمعنا لها كل طقم حلل الألمونيا تحت وحاجات الألمونيا من فوق.
المطبخ لمّا برضه يكون واسع بيخلّيك تشتغل بحرية، اللي هو يشيل كل حاجة، يعني يبقى في ساعات مطبخ واسع فالناس تقول لي: "ليه ما تحطّيش الحِلَل فوق المطبخ؟" طب ما هو يا جماعة في مكان في المطبخ هاسيبه ليه فاضي؟ وبعدين حكاية الحِلَل من فوق دي بصراحة بقت موضة قديمة مش حلوة، بنضطر نعملها لو المطبخ صغير. هنا برضه الناحية التانية ده باقي طقم الميلامين، ده طقم الميلامين كامل حطيناه في الرفين دول. هنا برضه كوبايات والمجات، دي المطبخية بتاعة الحوض حطينا لها طقم طقم العشا، طقم الأركوبايركس، هنا باقي طقم الأركوبايركس حطينا الأطباق منه في المطبقية والباقي حطيناه هنا. هنا جمعنا كل طواجن البايركس في رف زينا جنبها بالمجات دي. هنا برضه حطينا جمعنا كل الحاجات الألمونيا اللي هي صواني الفرن جمعناها مع بعض في الرفين دول، المدور والمربع المستطيل. ده كان شكل المطبخ، وأتمنى يكون شغلي عجبكم وهستنى رأيكم، متنسوش. مع السلامة.